ليه فيلم زي أصحاب ولا أعز عبارة عن شوية أصحاب قاعدين مع بعض حوالين ترابيزة قابل هجوم قوي جدا في مصر والوطن العربي، بينما نفس الفيلم هو النسخة الإيطالية يعتبر من أنجح الأفلام اللي اتعملت آخر كام سنة، لدرجة إنه اتعمل منه أكتر من 15 فيلم بأكتر من 15 لغة هي نفس الفكرة. وعلى الجانب الآخر فيلم زي فيلم ثقافي بيناقش موضوع حساس شبه الأفلام الإباحية، لحد النهاردة بيتم اعتباره واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. إيه سبب رفض ده وإيه سبب تقبل ده، مع إن الاتنين بيناقشوا ما بين قوسين مواضيع حساسة؟ تعالوا نعمل حاجة شبه الإثبات الرياضي باستخدام فيلمين، حب البنات والعالمي. عمرك سألت نفسك ليه فيلم زي العالمي كلنا كشباب كنا بنحبه جدا وليه سوفت سبوت كده عندنا، مع إن ساعتها يوسف الشريف ما كانش لسه نجم ولا حاجة، كان قبل ما يبقى الشابوه. يعني الفيلم ما نجحش عشان جايب نجم كبير يشيل الفيلم معتمد اعتماد أساسي على القصة. وفيلم زي حب البنات بتلاقي معظم البنات بيحبوه متعلقين بيه جدا، يعتبر الجاد فازر بتاع الستات، لأن ببساطة الفيلمين دول الحاجة المرتبطة بينهم إنهم very relatable. أنا والله دورت على معنى كلمة relatable عشان أقولها بالعربي، بس لقيت إن معناها ذو صلة، فلو فاهمينها قشطة، لو مش فاهمينها يبقى ما تقلقش هتفهم من الكونتكست بتاع الفيديو. ويعني إيه كونتكست؟ المهم، الفيلمين دول سهل جدا ترتبط بالقصة والشخصيات بتوعهم، لأن ببساطة أنت بتقدر تشوف نفسك فيهم. فيلم العالمي بيحكي قصة مالك الخليلي، الشاب اللي مهووس بكرة القدم ونفسه في يوم من الأيام يوصل مصر كأس العالم. فلما تبقى دي البلوت اللي بتحرك القصة، يبقى الشباب المصري كلهم اشتروا، لأن كلنا واحنا صغيرين كان نفسنا نبقى لعيبة كورة، بنحلم إننا في يوم من الأيام نلعب في الأهلي أو الزمالك أو نطلع نحترف بره. كلنا كنا بسهولة جدا بنعرف نحط نفسنا مكان مالك الخليلي وهو في المدرسة بيلعب كورة، لحد ما بيوصل مصر في الآخر لكأس العالم. وكذلك في فيلم حب البنات سهل جدا إنك ترتبط بشخصيات الفيلم. طبعا بالنسبة للبنات مش لنا احنا، أكيد محدش فينا كان شايف نفسه واحد من الشباب السم دول. الرجالة في الفيلم ده كان فيهم حاجة غريبة كده، تحسهم طالعين من فيلم باربي. فإيه اللي بيخلي فيلم حب البنات ينال هذا الكم من الحب عند البنات؟ البنات دايما بتنجذب للأفلام أو الأعمال اللي فيها مشاعر كتير، عشان كده بيحبوا جدا الأعمال الرومانسية بأي لغة، كوري، تركي، إيراني. على عكسنا احنا بننجذب للأفلام الأكشن، الدراما شوية. وشوفنا حاجة شبه كده مؤخرا في الكونتراست اللي حصل بين فيلم اوبنهايمر وباربي. اللي بقى بيميز فيلم حب البنات عن أي فيلم تاني بطولة نسائية، إنه مش بيحكي قصة تطور علاقة حب بين واحد وواحدة زي باقي الأفلام. عندك 3 إخوات بشخصيات مختلفة عن بعض، كل واحدة فيهم عندها الريليشن شيب ستوري المختلفة بتاعتها. واحدة مش عارفة تموف اون من علاقة قديمة، واحدة عندها تراست ايشوز، وواحدة بتحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة بعد ما كانت عايشة بره. وغير كل ده عندك العلاقة بين ال3 إخوات دول وتطورها خلال الفيلم. حاسس ان ناسي حد كمان كان في الفيلم، مهيب النشؤات. فلان الفيلم جواه حوالي 4 علاقات او اكتر، فده بيخلي الفيلم مليان مواقف ومليان حكايات، فالبنات يقدروا يشوفوا نفسهم في الفيلم ده في اي واحده من العلاقات دي. ودي حاجه تخلي الشريحه اللي ترتبط في الفيلم اكبر واكبر. كل ما تزود شخصيات مختلفه عن بعض اكتر في العمل، كل ما شريحه اكبر من الناس هتقدر ترتبط بيها، لان مش كل الناس شبه بعض. فكل علاقه من دول تعتبر عامل جذب لشريحه معينه من البنات. فنستنتج ايه بقى من كل ده؟ ان كل ما الشخصيات بقت ريليتابل اكتر او ذو صلة اكتر بالمشاهدين، كل ما هيبقى سهل انك ترتبط اكتر بالفيلم، وبالتالي تحب الفيلم ده وتتعلق بيه. وده الاستنتاج رقم 1. العامل التاني اللي بيخليك تحب او ترتبط باي فيلم هو مكان وقوع الاحداث او ثقافة المكان، فلسفة البيئة. وخلونا نكمل الاثبات الرياضي بتاعنا ونتكلم عن فيلم هندي اسمه بيكي. قصة الفيلم بكل بساطة عن فضائي بينزل على الأرض عشان يعمل ريسيرش عنها، ومعاه سلسلة تعتبر وسيلة التواصل الوحيدة مع جماعته. وأول ما بينزل القلادة دي بتتسرق منه، فالمهمة بتاعته بتتحول من استكشاف للأرض للبحث عن السلسلة. وبيبتدي يسأل أعمل إيه عشان أرجعها في بلد فيها أكتر من 2 مليار شخص. الرد الوحيد اللي بيسمعه إن دي حاجة مستحيلة، ادعي ربنا إنك تلاقيها. فبيبتدي رحلته في الهند اللي فيها ديانات كتير جدا، إنه يلاقي الإله اللي يدعيه عشان يطلب منه إن السلسلة بتاعته ترجع. وبنخش في رحلة مع الشخصية وبنشوف من منظوره تأثير تعدد الأديان في الهند، من أبسط حاجة زي تأثير المعتقدات دي على اللبس، وبنشوف ازاي الناس حاصرة كل دين في ستيريوتايب معين. فالفيلم كله يعتبر تعليق على تأثر الهند وثقافتها بتعدد الأديان. فشوف ازاي القصة البسيطة دي قادرة انها تطلع كل المواقف والاسقاطات دي بس عشان محطوطة في الثقافة الصح. تخيل كده معايا القصة دي معمولة هنا في مصر، قصة مش هيبقى ليها معنى لان انت هنا في مصر ما عندكش هذا الكم من الأديان، مع انها بلوت حلوة جدا وقصة حلوة جدا. انما اما تاخد نفس القصة وتحطها في ثقافة ومكان مختلف، تأثيرها هيكون مختلف 180
180 درجة، على عكس قصص تانية بيبقى سهل انك تاخد القصة بتاعتها او البلوت بتاعتها، لان هي بتبقى معتمدة على الاحداث بشكل مجرد من الاسقاط على المجتمع نفسه. فالاستنتاج رقم 2 هنا ان كل ما القصة بقت بتناقش حاجة موجودة في ثقافة المجتمع، كل ما الفيلم بقى واقعي وتقبل قصته اسهل. ومش معنى انك عندك قصة حلوة ان ده معناه انك لو حطيتها في اي مجتمع هتبقى بنفس الواقعية والتأثير. فلو خدنا فيلم ثقافي وطبقنا عليه الاختبارات اللي عملناها على الافلام اللي فاتت، هنلاقي ان عندك 3 شخصيات جدا اي شاب مصري يشوف نفسه مكانهم. عندك اللي لسه عنده شوية تفاؤل، يا اخي توقع ان ممكن حاجه حلوه تحصل، خلينا نعيش بدل ما نتفرج. واللي متشائم، يعني احنا الثلاثه كده كل اللي حالتنا كام يعني؟ يبقى نتنيل ونخرس وما نتكلمش عن الحب والجواز. واللي مش مهتم. يقصد يعني عقبال ما نتجوز ال9 10 سنين اللي جايين. عندهم طول الفيلم هدف واحد، مش انهم يتخرجوا، مش انهم يطوروا من نفسهم في شغلهم، انهم يشوفوا فيلم ثقافي. ومن ناحية ارتباط الفيلم بثقافة المجتمع مش هتلاقي حاجة واقعية اكتر من كده، لانه بيناقش موضوع حساس من كل جوانبه ولكن كظاهرة اجتماعية بطريقة بلاك كوميدي. ليه الشباب دي اصلا هدفها في الحياة انها تشوف فيلم ثقافي؟ العيب مش فيكم، العيب في النظام. وده اللي مخليه لحد النهارده كل ما تتفرج عليه تحس انه لسه معمول قريب، مع ان الطريقه اللي الشباب دي عايزين يشوفوا بيها الفيلم مبقتش موجوده خلاص، ولكن لانه مركز على الحاله اللي وصلت الشباب لكده قادر يعيش لحد النهارده. فقصه زي دي من رابع المستحيلات انها تتعمل في مجتمع غربي، لان ببساطه دي مش مشكله الشباب في المجتمعات الغربيه. فده مثال ان قصه حلوه جدا ما ينفعش المجتمع ولكن تنفع لمجتمع تاني. وهي دي المشكله اللي وقع فيها فيلم اصحاب ولا اعز. فيلم اصحاب ولا اعز هو فيلم مقتبس بشكل رسمي من فيلم ايطالي اسمه بيرفكت سترينجرز، نزل سنه 2017، والفيلم ده اتعمل منه اقتباسات في دول وبلغات كتير جدا معديين ال 15 فيلم. وقوه الفيلم اللي خلته يكتسب الشهره دي في الاثاره اللي بتطلع من الحوارات اللي بتدور في القعده دي، في الاسرار اللي بتتكشف، في ردود افعال الشخصيات ازاي هيتصرفوا في المواقف اللي بيتحطوا فيها. فالبلوت او الحبكه الدراميه بتاعت الفيلم حلوه جدا. انا عن نفسي لما عرفت ان هم هيعملوا الفيلم ده بنسخه عربيه بقى عندي فضول اعرف ايه هي المعالجه الدراميه للنسخه العربيه، وازاي هيغيروا بعض المواقف بحيث ان هي تبقى مناسبه لينا وفي نفس الوقت تدي نفس النوع من الاثاره. ولكن هنا المشكله اللي تقريبا موجوده في النسخه العربيه بس، وهي ان المواقف والحوارات متاخده هي، وده مخلي ان الشخصيات غير واقعيه، تحسها جايه من ثقافه تانية. يعني انت لو شفت الفيلم الايطالي مع انه بنفس الحوارات ونفس الشخصيات مش هتحس ان في حاجه غلط، لان انت مش مستغرب الحوارات، مش مستغرب الشخصيات في المجتمع ده. يعني في مشهد لما تشوفه في الفيلم الايطالي الحوار بتاعه هيعدي عليكم مش هتستغربوا لانه مش مستبعد في الثقافه دي، ولكن في النسخه العربي هتحس ان في حاجه غريبه في المشهد. Ciao amore, tutto bene? Ciao papà, sì, tutto bene. فيك تحكي؟ ايه قولي يا حبيبي، في شيء؟ Allora, non so come dirtelo, ma i genitori di Gregorio sono fuori per il weekend e lui mi ha chiesto di andare, sì, insomma, a dormire da lui. وانت بدك تنامي عنده بس لما يزعل منك يعني؟ واذا مش قادر يفهم ليه منك مأكدة وبده يزعل منك في شيء غلط. Questa è una serata importante, Sofia. È una cosa che ti porterei dietro per tutta la vita. إذا فهمت علي أنا بدك روحي، وإذا حسي حالك منك أكيدة ومنك مرتاحة بلاها. وده اللي مخلي ان الفيلم الايطالي نجح، لان النماذج دي وانت بتتفرج عليها في مجتمع غربي هتحس ان هي حاجه عاديه، انت مش اول مره تشوفها. انما في فيلم اصحاب ولا اعز انت بالنسبه لك الشخصيات دي كلها تعتبر غريبه، فاحساس الغرابه ده مسيطر عليك طول ما انت بتتفرج على الفيلم، لان انت حاسس ان انت مش بتتفرج على فيلم عربي. وده فعلا الحقيقه، الفيلم متاخد نصا من الفيلم الايطالي. فطبيعي جدا ان الناس اللي متوجه لها الفيلم في المنطقه العربيه يحسوا ان الفيلم مش ليهم. ففيلم اصحاب ولا عز يعتبر بيفشل في اختبار الشخصيات واختبار الثقافه. وعلى فكره الفيلم في مشاهدته ما يعتبرش ممل، لان اصلا البلوت بتاعت الفيلم معتمد اعتماد اساسي على الحوارات والاثاره اللي بتطلع من الحوارات دي. ولكن الهدف من الفيديو ده انك تفهم ليه ممكن نفس الفيلم بنفس الاحداث بنفس الشخصيات بنفس الكادرات حتى ثقافة معينة تتقبله وثقافة تانية ترفضه. فاللي عملوا فيلم أصحاب ولا أعز بكل بساطة يعتبر فانت بتعمل حاجه اسمها culture appropriation عشان انت ما عشتش اللي هم عاشوه. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفهمت ليه انت بتحب الفيلم ده وبتكره الفيلم ده. ولو مختلف معايا في حاجة من اللي قلتها عرفني في الكومنتات، ولو مهتمين تشوفوا فيديوهات شبه دي اكتر اعملوا سبسكرايب في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. انا محمد المهدي واشوفكم في مقالة بصرية جديدة. سلام.